سامعك، انت قلت الكلام اللي هو المفيد اللي اي زملكاوي بيتمناه، ان يبقى في استقرار فني، يجي مدير فني على مستوى عالي، يبقى السي في بتاعه قوي، وفي نفس الوقت ياخد كل الاختصاصات بتاعته الفنيه، وده اللي انا شايفه. لو احنا كنا مزعلين اي مسؤول في نادي الزمالك ان احنا بنتكلم وحال النادي مش عاجبنا، ده طبيعي. انا خرجت من مجلس اداره، فخلاص طبيعي بقيت انا راجل مشجع. فانا يعني معلش، بعض الناس يا استاذ مصطفى لسه مش عارفه انت خرجت من المجلس ليه. لا يعني انا مش بص يا ماركو، انا ما بحبش اتكلم في، وانت عارف وناس كتير عارفه ان انا وحتى وانا شغال داخل نادي الزمالك ما كنتش بحب اخرج على الاعلام ولا اطلع اتكلم الا لما بيبقى في مشكله. لا بشكل عام انا مش عايز تفاصيل قوي يعني، بس افهم يعني. بص يا ماركو، انا زي ما بقول لك نادي الزمالك ده بيتي، ومش يعني بجد مش فارق معايا يبقى انا في منصب داخل نادي الزمالك، ابقى انا متواجد داخل نادي الزمالك من خلال منصب. انا اتعودت طول عمري على حب نادي الزمالك من اهلي ومن والدي ان انا اسنده من جوه او من بره، بدليل ان انا خرجت من المجلس بعد سنه و3 شهور او 4 شهور. يعني كنت يعني سايف في عمر المجلس 2.5 سنين، يعني فاهم قصدي؟ ما سبتش المركب في الاخر ومشيت، بالعكس ده انا كنت بعد اول سنه، يعني انا حسيت ان اول سنه كان في تفوق عندنا، كل الناس شغاله، كابتن احمد سليمان كان شغال، دي حقيقه، والنتائج كانت واضحه ومتكلمه عن نفسها يعني. هاني شكري كان شغال والنتائج كان شغال الحمد لله. وانا كنت مسؤول عن الالعاب الجماعيه والحمد لله كانت فيها شغل جبار. كنت مسؤول عن ايه؟ عن الهاند بول اعتقد، صح؟ عن الهاند بول والباسكت والطايره، وكنت انا اكتر واحد بساند الفرق دي. وعندك مديرين فنيين ممكن تسالهم سابقين وحاليين، قول لهم مين اكتر واحد كان بيجي يتفرج على الماتشات حتى الوديه، مش هقول لك الرسميه، ومعسكرات، وكان مين اللي بيتابع معاهم القصه دي. فعايز اقول لك اللي عايز يشتغل بيشتغل من غير ما يتكلم طبا في الاخر يعني. هو ده حب نادي الزمالك، زي ما يعني اعضاء الاهلي اللي بيحبوه بيعملوا كده. اللي عايز يشتغل بيشتغل من غير ما يتكلم. انا مش مطالب مني كل ما اطلع اعمل حاجه اطلع اقول للناس انا عملت انا سويت، انا اللي جبت، انا اللي عملت. جميل، يبقى انت عملت كل الكلام الجميل ده. ايه اللي حصل بعد كده بقى يعني؟ ايه اللي ادى للفجوه يعني؟ اللي ادى الفجوه زي ما انا بقول لك، ان كان في تربص ان انا كنت رافض بناس بعينها، وهو كان في رئيس النادي نفسه كان بيطلع يقول لك مصطفى ضد وضد. ما هو مش انا ضد، ناس بعينها شغالين فين في النادي يعني؟ في الجهاز الفني، في الكوره، في الجهاز الفني. اوكي. فكنت بشوف في مشاكل بتحصل على فريق الكوره ما كناش متعودين عليها من ايام فريرا. بدأ بعد ما فريرا مشي الموضوع، الوضع اختلف تماما. فريرا كان عامل استقرار وكان محوط على الفريق يعني. اللي بتقول لك انا اتخانقت مع فريرا وحصل مشكله وكاس مصر، فريرا كان بيكن لي كل الاحترام وانا كنت بكن له كل الاحترام. حصل بس انا كنت رئيس بعثه في رواندا، وحصل زي كده مشكله اداريه، فجيت عرضتها على رئيس النادي، ما ينفعش يحصل كده تاني، فكانت دي بتضر ناس معينه بعينها. فمن هنا بدات الكومبينه على مصطفى سيف العماري ان هو ما يسافرش وما يطلعش. لكن انت ما اتخانقتش مع فريرا تحديدا يعني خالص. فريرا اللي حصل ان نفس الناس دي او الناس اللي كانت موجوده كانوا بيوصلوا له كلام سيء، يقولوا له ده عمل وسهر وخرج ومع اللعيب، يعني كلام ما ينفعش يعني ما ينفعش، فاهم؟ فانا كنت اقول لك يعني انا استحملت كتير جدا جدا، وكل الناس القريبه عارفه كده، واستحملت يعني مش عشان حاجه، عشان انا خلاص في جماعه عموميه محترمه اختارتني، وعمري ما كنت في حياتي عايز استقيل. بس لما لقيت ان الوضع فيه 1 و2 و3، الحرب دي جت من الناس اللي انت كنت عايز تمشيهم اساسا. طبعا يا مايكل، الموضوع ماركو انا بقول لك الكلام كان على رئيس النادي كان بيطلع يقول لك الوحيد اللي مش عايز كذا وكذا وكذا مصطفى. تمام. طب ما انا بقول ليه وبقول في محاضر الجلسات ليه وما كنتش بتطلع تقول؟ يعني انا كنت راجل بجد بقول كل حاجه جوه الغرف المغلقه. انت اللي بقيت تخرج للاعلام وبتطلع تتكلم علينا بشكل سيء، فالطبيعي ان انا كنت لازم اطلع برضو ارد، عشان الناس بتفتكر الكلام ممكن يبقى صح ولا غلط. فانت النهارده لما تسكت كتير يبقى الكلام سليم يعني. بسكت بالظبط زي امبارح وهو بص هقول لك على حاجه، هو يعني للاسف هو ممكن يجيب اسم اي حد كامل ما عدا انا، عشان هو عارف مين سيف العماري. سيف العماري لما بيتقال اسمه بيحصل ايه. فانا بص برضو انا مش هعقب على اي حاجه. طب ما هو موضوع معلش، هو يعني ادخلك في الموضوع اللي انا كنت بتكلم فيه حالا بتاع شبرا خيط يعني. هو لا انا ماليش دعوه بالسحر والشعوذه. ما عملتش انت عمل في شبرا خيط؟ بص اقول لك على حاجه، ما تفهمني بس يا عم دلني. عمر ما واحد زملكاوي يا ماركو، بس وانت راجل زملكاوي، عمر ما واحد زملكاوي موجود او مش موجود هيتمنى خساره نادي الزمالك. انا رئيس النادي لما طلع واحنا موجودين، انا كنت موجود بس بقيه الناس كانت استخالت، وقال ان في ناس بتتمنى من مجلس الاداره ان نادي الزمالك يتغلب. انا الوحيد اللي رديت قلت له لو حضرتك عارف قول مين.
ودي من الشجاعه ان انت تقول عشان الجمهور نفسه يعرف. ايوه انت فاهم؟ ما ينفعش ان انا اقعد امشي اقول اي حاجه في اي حته في اي كلام. صعب قوي. احنا ماسكين نادي كبير. انت المفروض انت مسؤول عن نادي كبير، نادي بحجم نادي الزمالك ده. يعني الكلمه بتطلع. طيب يعني انت طبعا بتقول ان الكلام ده كلام مش منطقي بالنسبه لك، موضوع الاعمال ماركو انا النهارده هو بيقول الراجل اللي فضحنا واللي راح قعد مش عارف 25 يوم في بطوله. انا النهارده بطوله قاعدين فيها او معسكر قاعدين فيها 20 يوم وانا اللي قاعد بمزاجي. سؤال واحد. يعني النهارده المعسكر 20 يوم و 15 يوم وانا قاعد بمزاجي؟ لا انت فاهم قصدي؟ قعدت مثلا سبت المعسكر وقعدت مثلا بعديه؟ لا طبعا. يعني انا بس فالموضوع حتى يعني قول حاجه مقنعه عشان اعرف حتى ارد عليها. انت فاهم بتكلم في ايه؟ بقيه الكلام بقى عن الناس الثانيه مش عارف مين والسحر واللي عمل وقضيه. طب ولو واحد عنده قضيه او واحد عنده اي مشكله كانت معاك ما ظهرتهاش ليه وما قلتهاش ليه؟ صح ولا غلط؟ مش احنا ماشيين بشعار ضد الفساد؟ ايوه. طب لو واحد كان فاسد لو معاه مستند يعني ليه ما قدموش قصدك يعني؟ بالظبط. عندك انا على الاقل كان في مستندات قدمتها لك وطلعت قلت الكلام ده اكتر من مره ما عملتش بيها حاجه. طب مستني مني ايه؟ لا بس انا سامع ان انت مقدم مستندات لسياده الوزير وزير الرياضه والنائب العام وحاجه كده. عشان كده بقول لك انا ما بتدخلش في الاعلام. انا ماشي راجل عارف يعني ايه قانون، عارف يعني ايه باخد حقي. انا لو عليا حاجه يجي يعني هو يعملها او يشوف هو لو في فعلا حاجه انا اخطاتها في حق نادي الزمالك كان المفروض يوضحها للراي العام، ما يقولش كلام مرسل. انا بقول لك اللي انا شفته والناس اللي هي ليها حق عليا اللي انتخبتني وجمهور نادي الزمالك اللي هو وضع ثقته فينا كلنا. انا الحاجات اللي شفتها اخطاء كتبتها ومفيش حد في مصر عمل استقاله مسببه. فاهم؟ فمعنى ان انا عملت استقاله مسببه في الاول في الاخر المفروض يتحقق فيها صح ولا غلط. يتقال ده الكلام ده صح او الكلام ده غلط. اتقال الكلام ده غلط خلاص بعد الايام هتبين. انا بالنسبه لي ما عنديش مشكله يا ماركو ومصحف ما عندي شخصيه يعني. جميل كويس ان انت ما يبقاش عندك حاجه وخصوصا احنا بنتكلم على مصلحه نادي الزمالك يعني. عايز انزل انتخابات ولا بالنسبه لي. بص يا ماركو اللي كان بيضايق يعني المسؤولين في نادي الزمالك او يعني المسؤولين واولاد المسؤولين ان انا كنت الحمد لله بدخل مجلس الاداره ببقى عضو مجلس اداره. بنزل مجرد ما نزلت من السلم انا راجل عضو جمعيه عموميه عادي. بنزل اعدي على صالة. بس معلش خلينا نتكلم برضو في نقطه ثانيه يا مصطفى. معلش يعني خلينا نقول برضو يعني المستشار مرتضى ومجلس الاداره وانت واحد منهم في اسهامات تانية في انشاءات جيده. النهارده في احتفال بافتتاح منشآت وسياده رئيس الوزراء كان موجود امبارح. يعني في حاجات تانية الناس بتتكلم فيها يعني. ممكن تسمعني طيب يا ماركو؟ اتفضل. هو نادي الزمالك يعني كل ما هنعمل حاجه جوه الفرع ده هنفتتحها. سؤال برضو يعني انا بحب اوجهه للمسؤولين. يعني في انديه تانية داخله على 3 فروع و4 فروع. انا النهارده خدت فلوس من الاعضاء فلوس 6 اكتوبر ومفروض تتحط وديعه عشان لما اجي اعمل نادي 6 اكتوبر اصرف عليه. الفلوس دي اتصرفت على حاجات تانية خالص. ده مش قانوني. في ناس والله هو في تصريح دلوقتي بيقول لك هنبدا في انشاء الفرع بتاع اكتوبر من بكره. طب ما انا سامع الكلام ده من وانا في المجلس والقناه سامعها وانا في المجلس. لا ده القناه دي انا سامعها من 10 سنين بس. طيب من ايام المهندس ممدوح عباس يعني. انا بحب الكلام يبقى واقعي ما بحبش الكلام اللي هو ايه مرسل. انا بقول لك النهارده وانا النهارده راجل يعني معلش مع احترامي عندي مطعم كل يوم جبت فيه حاجه هعمل له افتتاح. خلاص انا عملت افتتاح اولاني اما اعمل. انت شايف ان الافتتاح يعني بهرجه زياده ومش مستاهله يعني القصه وايه توقيته ولسه المفروض ان انا اقفل على الفرقه وان انا عاجبني يعني. هو بيني وبينك الموضوع غريب شويه انه برضه يعني المدير الفني خد الفريق وراح 6 اكتوبر جنبنا هنا في مشروع وعمل معسكر. طيب ما يتمرن في النادي ويتمرن واحنا عاملين غرف وخلع ملابس جديده وعامل كل الكلام ده. وان كان بيني وبينك فرصه ان هو برضه ياخدهم بعيد يعني بعيد عن الاجواء. ماشي. انا بتكلم ان الظروف نفسها مش الظروف. انا الطبيعي عملت افتتاح السنه اللي فاتت وجالي رئيس الوزراء مشكورا المهندس محلب ابراهيم محلب. ايه خلاص خلصت عملت يعني خلاص عملت اللي عليا دوري اتعمل وعملت الافتتاح والناس جت ورموز النادي وكل الكلام ده. هو كل يوم هعمل افتتاح. طيب خلينا نخش في حته ثانيه. حاضر. طيب دلوقتي في كلام بيتقال من امبارح ان في جبهه يعني هتنزل الانتخابات الفتره الجايه. احمد سليمان ممكن يبقى رئيس او يعني في الصوره بشكل كبير. الكلام اتقال على حضرتك